يلا بينا ماما. يلا فين يا اختي كده وانت شبه الدبدوبه؟ رايحه فين؟ دبدوب؟ دبدوب ايه يا ماما؟ ده قمر عليا. ايه اللي انت لابساه ده؟ يا ماما ده بلانكت حاجه كده بتتلبس يعني في الشتاء عشان تدفي وكده، يعني انت اصلا لو لبستيها مش هتغيريها. بلا ايه؟ بلا هم يا اختي. اللي مش عاجبك ده من 2 اس يا حبيبتي. بلا 2 اس بلا 2 ماتش. انت بتتريقي عليا؟ امال لو شفتي اللكلوك بقى، كفايه اللكلوكه اللي قدامي. يا ستي انت حد مسلطك عليا؟ لا بصراحه كده انا اللي حطاكي في دماغي. ممكن تسيبك من كل ده وتركزي معايا دقيقه؟ سيب. انا قررت حاجه بقى عايزاكي تركزي معايا كده وننفذها زي ما انا متخيله يعني. الغي. بصي يا ستي، دلوقتي يا ستي انت ايه اكتر حاجه شاطره فيها؟ كل حاجه يا حبيبتي. معاذ بتعرف تعمل كل حاجه ومفيش حاجه ما بتعرفش تعملها ان شاء الله. طبعا بس ايه اكتر حاجه انت بتعرفي تعمليها؟ بعرف اعمل كل حاجه وشاطره في كل حاجه، واي حاجه تصدقيني فيها تلاقيني. اختي ماما خليكي معايا عشان مش ده اللي انا عايزه اقوله. طب ايه اكتر حاجه بتعمليها كل يوم ولازم تعمليها وما ينفعش يعدي يوم من غير ما تعمليها؟ لا انا محدش يعرف يفرض عليا حاجه ولا يخليني اعمل حاجه كل يوم غصب عني، انا بمزاجي. لا الاكل يا ماما، الاكل يا حبيبتي، الاكل. ماله؟ فكرت بقى بما ان حضرتك كل يوم بتطبخي اصلا كده بتعملي اكل، طب ليه بقى ما نعملش الاكل ده فيديوهات وننزلها؟ فهمتك، زي اميره في المطبخ والشيف نونا والشيف محمد حمد بحبه قوي، يعني هو مش بالظبط بس حاجه زي كده يعني. وماله؟ ونسميه بقى ام عادل في المطبخ؟ لا اميره في المطبخ تقول اني بقلدها. نسميه مش ده الموضوع، احنا لسه ما بدأناش عشان نسمي. انت عامله لنا اكل ايه النهارده؟ كفته ورز. حلو قوي. سويتيها ولا لسه؟ لا لسه. انتوا بتصربعوني على ايه؟ هو انا لحقت؟ طب ما يلا بينا. بس انت فاجئتيني، انا ما بحبش حد يفاجئني. يا ستي هنجرب، انا ما بقولكيش هننزله دلوقتي وبعدين انا بتكسف. هنجرب بس ونتدرب عليه. يلا بينا. ماشي. بصي بقى هنعمل كفته يا حبيبتي، وانا لسه قلت لك يلا ابدأي. استني اديني فرصه بظبط بس الاعدادات. طب ماشي يلا هنعمل كفته يا حبيبتي. انت اول ما تخشي على الناس بتقولي ايه؟ مساء الخير، السلام عليكم، الحاجات دي بقى لازم ترحبي بالناس الاول. يلا بينا. ازيكم؟ هنعمل كفته. ماما مالك يا ماما؟ هو في ايه بالظبط؟ عايزاكي تركزي معايا كده. مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني، الكلام ده كله. هو انا اعرفهم عشان اقول لهم وحشتوني؟ ايوه يا حبيبتي، ما انت ان شاء الله لما الناس دي بقى تشوفها هيبقى ليكي فولورز ومتابعين وكده، اكيد هيوحشوكي وهتبقي عارفه الناس كمان باسمائها. طيب يلا. مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. هنعمل لكم النهارده كفته يا رب تعجبكم، واكيد هتعجبكم عشان لو ما عجبتكوش ابقى انا ما بفهمش حاجه. ما انا لا. طب بصي يا ماما، في ايه؟ ما تسيبيني اتكلم براحتي. طب انا هصحيك وانت ردي عليا، انا مش عايزه ابقى متصنعه. عامله لنا ايه بقى النهارده يا ماما؟ معانا النهارده للكفته ملح فلفل كزبره لحمه مفرومه. يلا بينا. ستوب. ايه يا ماما؟ ما تقولي المقادير يا حبيبتي، يا الناس هتعرف ازاي؟ مقادير ايه؟ انا عمري ما قدرت، انا بعملها كده بالبركه. مشكله الامهات كلها تقريبا انتوا فوق مستوى المعايير، انا عارفه، بس احنا لازم نعرف نطبخ الاكل ازاي بالمقدار. مش عرفني كل واحد بقى يحط مقاديره. معلش يلا تاني، حاولي كده تسهليها. طب هرد على التليفون ده واجيلك زي ما انت. يلا حبيبتي يلا انا جاهزه. ايه ده يا ماما؟ ايه رايك في السرعه؟ سرعه ايه يا ماما؟ حضرتك صبعتي كفته من غير ما تقولي لي الناس صبعتيها ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده يا ماما، عشان وقت البرنامج ايه يا حبيبتي؟ تصدقي ان احنا على الهوا يا ماما لازم كل خطوه الناس تشوفها عشان اللي مش بيعرف يعمل خالص يتعلم. ماشي هو ده هينزل، مش ده تدريب المره الجايه زي ما انتوا شايفين الكفته الصبعت. معلش يا ماما لحظه واحده، انا ملاحظه حاجه كده بيضه في قعر الصينيه تحت الكفته يعني. ايه ده؟ ما دي حته السمنه اللي بحطها، وحضرتك ما تقوليش عليها في المقادير دي للناس. يا سلام، وما اختلف عليا بقى لما اقول انا، وبعدين ممكن ام ايفا تاخد الطريقه وتعملها، اللي يدوق الكفته دي يبقى زي الكفته دي. طب هو الناس بقى هتحس انها مختلفه ازاي؟ دي تركاتك. بقول لك ايه بقى، انت خنقتيني وقاعده على راسي مش عارفه اخلص الغدا منك. امشي يا بنت غوره يا بنت، امشي من هنا. خلاص. طب انا عندي فكره تانية لحضرتك، انت لو ما مشيتيش من قدامي دلوقتي انا هطلع لك بره وهحلف ما هعمل غدا. ايه رايك لو تدوقي الاكل وتقولي رايك فيه؟ فضه لو جريان ايه؟ حاجه زي كده. ايوه انا متابعه على فكره وعارفه كل حاجه، مش معنى اني ما بتكلمش يبقى ما بعرفش، انا دماغي توزن بلد. متابع انت يا قمر، تقولي بقى في ايه وحاسه بهارات ايه وايه اللي نيه ولا مستويه، وطبعا ما تنسيش اهم حاجه ايه؟ جوسي لو كان كده فعلا. ايوه يلا خلاص بقى سيبيني انا انطلق. طبعا المكان ديكوره ما حصلش. ديكور ايه يا حبيبتي؟ الناس عارفه ان احنا في البيت يا حبيبتي. يا بنت بتدرب عشان فيما بعد مش دلوقتي. صح انت صح، كملي. بصوا كده معايا، يلا دوقي خليكي في الاكل. لما تف الاكل بتزعلوا. ايه اللي حضرتك بتقوليه ده يا ماما؟ مش فاهمك انت يا بنت، ده ماركتينج. انا لما اقول كده واعمل بقى شويتين اللي انت فاهمهم، الناس بقى تروح تجرب المطعم وتحبه وتاكل فيه والكلام ده بقى. يا ستي مع احترامي لخطتك الجهنميه اللي بتقوليه ده ما ينفعش، ده اللي ماشي دلوقتي، مالناش دعوه، احنا خلينا احنا في نفسنا. قولي رايك بكل امانه، قولي رايك بصراحه بعد اذنك. ده انت اهي الكفته اهي، طعمها بيوديك في حته 10. الواحد برضه توسع منه بس مش الدرجات. بقول لك ايه يا بنت، اتخنقت منك ولا عارفه؟ امشي يلا سيبيني، بلا فيديوهات بلا قرف. خلاص انت اصلا مش وش شهره شبه الدبدوبه، وقال جايبه لي بتاع معرفش من معرفش اسمه ايه ده،